عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت ميرا. سؤال اتسألته: يا ترى أنا لو خريج كلية تمريض هشتغل مشرف على طول في المستشفى؟ في بعض الأحيان هتشتغل على طول، وفي بعض الأحيان لا طبعا مش هتشتغل على طول. طيب يا ترى دي أسبابها إيه ودي أسبابها إيه؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، فتابعوا لنا. دلوقتي هنعرف امتى هشتغل مشرف على طول لو انا خريج كلية تمريض حديث التعين. هيكون متاح ليك في حالة واحدة بس: لو انت اشتغلت في مستشفى لسه جديدة او فيها عدد اخصائي تمريض قليل، يعني في منطقة بعيدة جدا فالعدد قليل من اخصائي التمريض. على سبيل المثال مثلا في دفعتك اتعين نسبة معينة من المعهد الفني للتمريض ونسبة من الاخصائي التمريض، فطبيعي هياخدوا الاخصائي التمريض هيعينوهم اشراف على الاقسام، والمعهد الفني للتمريض هيتعين فني تمريض، وفي بعض منكم هيتاخد في اماكن حيويه، يعني هيشتغل اخصائي تمريض في اماكن حيويه في المستشفى. دي الحاله الوحيده اللي انت ممكن تشتغل اشراف على طول. طيب ايه بقى الحاله التانية اللي انا مش متاح ليا اشتغل اشراف على طول؟ لو انا اتعينت في مستشفى زي مثلا القاهره، اسكندريه، الزقازيق، اللي هي المستشفيات الكبيره اللي هي فيها اخصائي تمريض كتير، فعبال ما يجي عليك الدور يعني تاكيد هياخدوا اشراف الاقدم سنا، فمش شرط ان انت كمان تقعد سنه او سنتين، ممكن تاخد فتره طويله عشان تمسك اشراف. طيب لو انت حاطط الموضوع ده في دماغك، اكتب من ضمن رغباتك مناطق بعيدة، ما تكتبش بقى في مناطق حيوية اللي هي يعني مستشفيات معروفة جدا وقديمة مثلا في محافظات معروفة، بالتأكيد مش هتشتغل إشراف. وبرضو لو شغفك ممكن نعمل ماجستير في الإدارة وناخد دورات ودبلومات كتيرة، وفي الحالة ديت هيبقى متاح ليك طبعا ويبقى الأولوية إن أنت تمسك إشراف. خلاصة الحلقة: موضوع الإشراف وعدم الإشراف ده بناء على عددكم وعلى المستشفى وتوزيع المستشفى واحتياجاتها وسياستها. طيب أنا ليا شغف في الجزئية دي، قلنا ممكن هنعمل ماجستير أو دبلومات أو دورات كتيرة في الإدارة وفي الجودة. في الحالة دي بيبقى متاح ليا أو بيكون الفرصة أكتر ليا في الإشراف.